عايز اعرف كل شيء عنك. كنت بتعملي ايه ببيروت؟ كنت بغني. فين كنت بتغني؟ ايوه، في تياترو كبير عظيم. ايه ده؟ تعالي تعالي يا ميرفت، حط ايدك ببقه. ما تخافيش، حط ايدك ببقه. اللي بيكذب يا ميرفت الاسد ده بيعضه. ميرفت، ميرفت، ايه اللي حصل؟ مالك؟ انا اسفه، كدبت عليك. انا كنت بغني في الشوارع، بس ارجوك ما تقولش الكلام ده لحد في البيت. لا ما تقوليش كده يا ميرفت، الجوهرة بتفضل جوهرة مهما غرقت بالوحل. غوار، انت ما قلتليش بتشتغل ايه في بيروت؟ أنا بشتغل بفلوس الناس. بليز. هل بصادفهم بالشارع؟ يعني ايه؟ بنك متنقل. ميرسي. انا كنت بسمع عن بياعين متنقلين. نفس الشيء. لكن الفرق إنه زبوناتي هن اللي بيركضوا وراي. انا حظي كويس. عندي القرشين دول، ممكن تحطهم لي في البنك بتاعك؟ حاول أقنع مجلس الإدارة. ارجوك علشان خاطري، معلش. بس لا تحكي قدام أصلان بيك، لأنه طلب مني أحط فلوسه عندي بالبنك ورفضت. قرصون بيك. الحساب والله. تفضل. لا خلي. تفضلي. شكرا مشان السكارة كثير. ممنون. زبون عندي بالبنك. ما فيش انسان كلمني بالطريقه دي. خالتي عاشت عمرها على امل تشوفك وتعوضك عن كل السنين اللي فاتت. مستحيل. ما فيش مستحيل يا ميرفت، انت عندك كل الامكانيات علشان تكوني اسعد بنتي في الوجود. ده حلم جميل، اتمنى ما اصحاش منه. اتفضلي. دي كل مستندات المرحومة صفيناز هانم والأشياء المتعلقة بيها. وهذه شهادتي اللي مصدع عليها من كاتب العدل بإني تعرفت على ميرفت وإنها البنت الحقيقية والوحيدة للمرحومة صفيناز. على كل حال الإجراءات لنقل الملكية للآنسة ميرفت بيلزمها وقت 3 أشهر. ست نزلي، باعتبارك منفذة الوصية لازم تمضي هنا بأنك تعرفتي على ميرفت وبأنها الوريثة الشرعية لصفيناز. ما تمضيش هنا يا نزلي، دي جريمة. انت ما تتدخلش في موضوع ما يخصكش يا تيمور بيه. ازاي ما يخصنيش؟ الميراث ده لازم يرجع لي انا وابني، الثروة دي ملكنا، والبنت دي ملهاش مكان في البيت هنا. الناس دول بيغشوك يا حضرة المحامي. لا، هذا طعن بشهادتي وإهانة لشخصي. أنا ما بسمع لك يا تيمور بيه. أنا المحامي وبنفذ الوصية اللي كلفوني بيها يا تيمور بيه. أرجوك تابع مهمتك أستاذ. انا حرفع دعوة الغي الشهادة دي غصب عنكم، واذا لزم الامر هشتكي لوزير العدل. القصر ده قصر اجدادي انا، ومش هيرتاح ضميري الا اذا طردت البنت المتشردة دي. انت تجاوزت حدودك يا تيمور. على العموم ده توقيعي. انا اسف يا ميرفت من اللي حصل، ما تهتميش لكلام تيمور، ده عمال يخرب. انا اللي اسفه لاني سببت لكم المتاعب من يوم ما دخلت البيت وجبت معايا المشاكل. انا لازم امشي. ما شاء الله حولك، تتركي بيتك وأهلك وثروتك. نحن حطيت رجلينا حتى لقيناك. انا مش عاوزه ميراث ولا شيء. في ناس هنا بيكرهوني وبيشتموني. ارجوك يا اصلان بيه، انا لازم امشي. على فين يا ميرفت؟ احنا ما صدقنا انك رجعتي لبيتك واهلك اللي بيحبوكي. انا بنت جت من الشارع، انا من مستوى تاني. ميرفت، انت ساعديني يا حبيبتي، وانا هعمل منك في وقت قصير اميرة الاميرات، وان شاء الله تتحقق كل امالك. ارجوك ساعديني.